دونك النائب ديال وزير الخارجيه الامريكي في البيان ديالو تكلم على انه غادي يمشي لزريبه الجزائر باش يشوف معاهم القضيه ديال شو سميتو الغاز الصخري اللي النظام ديال زريبه الجزائر عطى فيه 80% منه من المعادن للشركات الاجنبيه. 80% 20%، يعني الشركه الاجنبيه دابا اللي غادي تمشي تستغل الغاز الصخري ولا المعادن في الجزائر غادي تدي منه 80% و20% غادي تعطيه للدوله الجزائريه. هادشي كامل زعما باش يغريو الولايات المتحده الامريكيه. وانا شنو قلت لكم ذاك الوقت؟ قلت لكم شوفوا امريكان غادي تاخذ اللي بغات من زريبه الجزائر، ما غادي تعطيهم والو في المقابل، غادي تعطيهم غير الترفيق. والله العظيم داكشي اللي واقع. هذا خونا هذا اللي جاي الان للمغرب وزريبه الجزائر هو ذاته في سبتمبر فاش تلاقى بوريطه، راه كنت وريتكم كل شيء. قال بان الشركات الامريكيه راه غادي يبداو يدخلوا الصحراء المغربيه وغادي يبداو انفيستي وغادي يبداو يستثمروا. وردوا عليه ما تستقبلوش الا كنتوا رجال، يا كنتوما شوكر وما تستقبلوش. او في سبتمبر قنبل لكم واحد القنبله اللي هي مقنبله. ولا كنتو نتوما دوله ذات سياده وما عرفتش شنو، ما تستقبلوش. احتجوا على التصريحات ديال مايكولز. قولوا له احنا ما غاديش نستقبلوا هاد الدبلوماسي الامريكي احتجاجا على التصريحات ديال مايكولز، احتجاجا على كذا. ولا قولوا لي ما تقدروش ديروا هادشي، فيكم غير بالعادي المسرحيات الدحدوحيه، اما فيما يتعلق بهذه الامور فعليا والله ما تقدروا ديروا شي حاجه بالله. والله ما في جهدكم ما ديروا، غير البلا بلا 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 كثرت الهضره وصافي. هذا هو. دونك هادشي اللي كان متابعين الكرام فيما يتعلق بهذا الموضوع. المرتزقه ديال بوليزاريو خايفين ويعبرون عن خوفهم مما سموها بالمقاربات الأحادية. ما معنى المقاربات الأحادية؟ التحركات الأمريكية لإغلاق الملف ديال الصحراء، وهذا ما نتحدث عنه في الآونة الأخيرة. الاجتماع ديال مينورسو، تصريحات ديال مايك وولز، تصريحات ديال السفير الأمريكي، الزيارة ديال نائب وزير الخارجية الأمريكي، وزيد عديد الأمور اللي ما جا في الطريق وما زال سوف تظهر شيئا فشيئا، وسترون المتابعين الكرام كل شيء في وقته. دوك هادشي اللي كاين متابعينا الكرام، نشوفكم في فيديو قادم مع مزيد من التفاصيل والأخبار.